اكتر في الاكل علشان هنحط في الميه برضه. الخميره لها فوائد كتير يا جماعه اهي. احط لهم الاكل اهو. طبعا انا كنت حاطه لهم اكل امبارح بالليل، بس ايه ما كنتش مكتره علشان الصبح يبقوا جعانين كده فياكلوا الاكل كله. بصوا بيتخانقوا على الاكل اهو، لان انا لما حطيت لهم اكل بالليل ما كترتش، ما حطيتش كتير عشان يقوموا الصبح يبقوا جعانين. احنا دلوقتي هنحط لهم برضو على الميه اهو، دي حوالي ايه ربع معلقه كده، معلش عشان معلقه كبيره، ربع معلقه اهي بالمعلقه الكبيره دي على الميه. هنقلبها لهم في الميه كده اهي اهي. نبوشها كويس علشان يعرفوا يشربوها. هنحط لهم الميه اهي. طبعا يا جماعه مش عايزه اقول لكم على فوائد الخميره. الخميره دي ليها فوائد كتير جدا جدا، بتنظف بطن الفراخ وبتزود الوزن، مفيده جدا في كل حاجه. وعلى فكره يا جماعه بتتحط برضو للحمام، وبتتحط للفراخ البلدي، بتتحط للطيور كلها. بس هي مهمه قوي للفراخ البيضاء، بتنظف بطن الفرخ من اي حاجه فيه، اي ميكروب او اي حاجه فيه. وكمان حلوه قوي قوي في زياده الوزن. بالنسبه لزياده الوزن في الفراخ البيضاء هما بيتحط لها، المفروض ان هو بيتحط للفراخ دي وهي عمر اسبوع، تبتدي ان انت تحط لها ايه خميره بس على الاكل، يعني شويه كده على الاكل مش كتير، ما بتتحطش يعني مش على طول بقى تحط كل يوم تفضلي ماشيه بيها، لا احنا ممكن نحط لهم وهم عمر يوم، هم عمر اسبوع، نحط لهم الخميره دي ما نكترش. وبعد كده يعني بين كل فتره وفتره نحط لهم. بس الحقيقه انا ما حطيتش الفراخ دي وهي صغيره الخميره. وعايزه اقول لكم حاجه كمان، بتحط عسل مع الخميره في الميه. يعني انا المفروض كنت حطيت كمان عسل، يعني على كل بتاعه ميه من دي كنت حطيت معلقه او 2 عسل مع الخميره. بس انا عشان ما عنديش عسل النهارده فانا حطيت الخميره وريت لكم بس الخميره بتتحط ازاي. ولما اجيب عسل هعمل نفس الطريقه دي تاني، يعني يومين كده ولا حاجه اعمل لهم نفس الطريقه دي تاني، بس ازود بقى ايه العسل على الميه. العسل جميل جميل يا جماعه بالنسبه للفراخ البيضاء. انا دايما كنت بملأ ازازه عسل كده واحطها عندي هنا للفراخ البيضاء، احطها لهم في الميه. بس الحقيقه الازازه خلصت وانا لسه ما جبتش. هجيب ان شاء الله وهعمل نفس الطريقه اللي انا عملتها قدامكم دي، بس هزود ان انا هحط على العسل على الميه، كل واحده من دي ميه من دي. بصوا يا جماعه انا معطشاهم، كنت معطشاهم، حطيت لهم ميه قليله بالليل وحطيت لهم اكل قليل، علشان لو كنت حطيت كتير كانوا هيقوموا الصبح شبعانين، فهحط الاكل مش هيبقى لهم نفس ليه. انما بصوا بقى لما انا حطيت لهم شويه صغيرين بالليل فقاموا الصبح مخلصين كل اللي قدامهم ميه واكل، فبياكلوا وبيشربوا كويس جدا. وده يعني المطلوب، ان اول ما تحط لهم كده الاكل ياكلوا كده ويشبعوا، ده اللي بيزود وزنهم. هما النهارده عمر 30 يوم يا جماعه اهو. على فكرة هم اوزانهم كده حلوة، بس انا ما لو كان عندي ميزانة كنت وزنتهم لكم. بس بصوا الفرخة يعني مش قادرة تمشي على رجليها، ولسه يعني لسه 30 يوم. طبعا سبحان الله الفراخ البيضة بتيجي بعد ال30 يوم وتبص تلاقي بقى ايه بتتحول، يعني وزنها بيتحول خالص. بص لها كبرت مره واحده وشالت اوزان مره واحده، هو كده سبحان الله يعدي ال30 يوم
تبص تلاقيهم بقوا حاجة تانية خالص. يعني النهاردة بقول لكم هم عمرهم 30 يوم اهو. كمان اسبوع ان شاء الله انا هسيبهم كده، هعمل لهم الخلطة دي كمان مرتين بالعسل بقى. احط مع الخميرة اللي في المية دي العسل، معلقة عسل او معلقتين عسل، واحط الخميرة برضو على الاكل. كمان اسبوع بالظبط هعمل لكم فيديو عنهم، اوريكم شكلهم بقى عامل ازاي. عشان بجد من يوم ما ربيت الفراخ البيضة ديت سبحان الله يعني يفضلوا لحد ال30 يوم كده، واجي بعد ال30 يوم ابص الاقي الفراخ يعني ال30 يوم اللي عدوا دول كوم، وال10 ايام من بعد ال30 يوم دول كوم تاني. الفراخ بتتحول فيهم تحويلة جامدة. بحس ان يومهم بقى بيومين، بحس ان هم بقوا بيكبروا بسرعة رهيبة، بتحولوا تحويل جامد. فانا عملت لهم قدامكم دي النهارده اهو، الخميره النهارده. وان شاء الله باذن الله كمان اسبوع انا هوريكم الفراخ ديت بقى شكلها ايه. انا هعمل في خلال الاسبوع ده كمان مرتين من الخميره دي مع العسل بقى. البط اللي معاهم دول يا جماعه اللي انا كنت وريته لكم، كنت حاطاه معاهم عمر يوم صغير كده، كان عندي كام بطه كده قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده، حطيتهم معاهم بسم الله ما شاء الله كبروا معهم. بس انا سايباهم شويه كده يكبروا كمان شويه واوديهم مع البط عشان البط ما يعضهمش. وطبعا انا كنت صورت لكم فيديو عن السمان وعن الكتاكيت البيضه، وهم عمر يوم وانا لسه جايباهم. هم دلوقتي بقالهم اسبوع 6 ايام او 7 ايام. هعمل لكم عنهم فيديو برضو واوريكم السمان بقى قد ايه بعد اسبوع بقى قد ايه، والكتاكيت البيضه بسم الله ما شاء الله بعد اسبوع بقت قد ايه وبقى شكلها ايه. ونشوف برضو هنعمل لهم ايه او هنحط لهم ايه. التحصينه اللي انا كنت جايباها لهم معاهم خلصت، بس انا لسه ما حطيت لهمش اي حاجه. هنبتدي بقى ان احنا نعمل لهم خلطات هم كمان، وهوريكم باذن الله هنعمل لهم ايه وهم بقى قد ايه. وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله تكون الفراخ بتاعتي عجبتكم. وعايزه اشوف رايكم ايه في التعليقات، وتعملوا اشتراك للفيديو، تعملوا اشتراك للقناه عشان وتفعلوا الجرس عشان كل فيديوهات توصلكم وكلنا نستفيد مع بعض. ولو في اي حد عنده ملحوظه او عنده حاجه يحب يضيفها او يفيدني بيها ابقى فرحانه جدا لو قلتولي عليها. ولو اي حد عايز يسالني على اي حاجه هرد عليه ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد.